أنا النهاردة في مانشستر سيتي، بالتحديد استاد الاتحاد. هنعرف سوا رأي مشجعين السيتي في مرموش حتى الآن، وهل متوقع يعمل نفس تأثير محمد صلاح في ليفربول ولا لا؟ وكمان 7 أسباب ليه مرموش مثالي بره وجوه الملعب لفريق جوارديولا. Who will score more goals this season, Haaland or Marmoush? Haaland. Haaland. Marmoush. Why do you think that? Because he scored a hat-trick already. So, yeah. Haaland. I think Haaland. I'd probably say Haaland. Haaland. Okay. احنا دلوقتي في أوضة اللبس بتاعت اللعيبة في مانشستر سيتي. السيتي بيمر بأصعب موسم ليه من 10 سنين، بيعاني وسط خسائر وتعادلات، وحتى الماتشات اللي بيكسبها ما بيكونش مسيطر فيها زي ما الفانز بتوع السيتي متعودين. عشان كده الجمهور هاج على الإدارة، شوفوا لنا حل، اتعاقدوا مع حد يحل المشكلة، والاختيار وقع على عمر مرموش. عمر مرموش مش مجرد صفقة هجوم، لا هو فعلا الاختيار المثالي اللي ممكن ينقذ السيتي ل5 أسباب ليها علاقة بمرموش نفسه وبالفريق وبالصفقة اللي اتنقل بيها. هو أول لاعب في الدوريات ال5 الكبرى في أوروبا من وقت ميسي في 2019 يسجل ركلات حرة مباشرة في 3 ماتشات متتالية. كسب 50 ركلة حرة الموسم ده لوحده، أكتر من أي مهاجم تاني في الدوريات الكبرى. صعب تراقبه وتاخد منه الكورة. عمل 9 أسيست الموسم ده، أكتر من أي لاعب في الدوري الألماني. سجل 15 جون في الدوري الألماني في المركز الثاني بعد هاري كين اللي سجل 7 ضربات جزاء مقارنة بمرموش اللي سجل ضربتين. ساهم في أكتر من 60% من أهداف فرانكفورت، من أفضل المراوغين في الدوري الألماني ب 46 مراوغة ناجحة، أكتر من أي لاعب في مانشستر سيتي. بعد الارقام الهائله دي تيجي تاني استفاده للسيتي. السيتي فتح لنفسه سوق جديد للمشجعين في افريقيا لما تعاقد مع رياض محرز في 2018، وليفربول ربنا فتح عليه لما تعاقد مع الملك المصري محمد صلاح. فتاني استفاده هم الجمهور المصري للدوري الانجليزي، لان محمد صلاح قدامه كام شهر او كام موسم وهيمشي، والدوري الانجليزي هيفضل من المصريين، بالتالي هيقل المشجعين المصريين والافارقه. عشان كده انديه اوروبيه كتيره كانت مهتمه بالتعاقد مع مرموش، وانضمامه للسيتي مش بس هيزود فرص الفريق انه ينافس على الألقاب، ده كمان هيقلق باقي الأندية اللي كانت عايزاه. سألت الناس هل وجود مرموش في السيتي غير فكرتهم عن مصر والمصريين، ولا دول في الأول وفي الآخر مجرد لعيبة كورة؟ Do you see can football player like Marmoush and Salah change how people in the UK view Egypt? I think they do, yeah. Yes. Yes. And why? Well, they're on the telly most weeks, aren't they? People watch more football than what they do politics. الاستفادة الثالثة للسيتي إن مرموش متعطش يكسب كتير ويجيب اجوان. السيتي المواسم اللي فاتت كان بيدخل يقش أي بطولة، لعيبته دقوا كل حاجة، دوري كاس، دوري أبطال، مش مخليين ما شاء الله. كل ده عمل تخمة عند اللعيبة، مش متعطشين يكسبوا. من أكتر الحاجات اللي مفتقدها السيتي هي الجوع. كتير من اللعيبة كبروا في السن، ما عندهمش دافع يثبتوا حاجة لأنهم أثبتوا كل حاجة. هنا يجي المصري أبو 25 سنة بمهارات هايلة وهدوء قدام المرمى وعدوانية قدام المنافس، لكن ما حققش بطولات كبيرة. عايز يثبت انه مش بالونه ولا وان سيزون وندر، وده اللي بيخليه مثالي لمانشستر سيتي. نفس التاثير بتاع صلاح في ليفربول. فتعال نشوف الانجليز شايفين ان مرموش هيبقى زي صلاح ولا هيتجاوزه ومش هيقدر يكرر التجربه. Who will be more famous worldwide in 5 years, Salah or Marmoush? Ooh, Marmoush. Marmoush. Yeah. Probably Salah. Probably Marmoush. Just younger, more to prove. If you had to choose Mohamed Salah or Omar Marmoush, who do you think represent? Salah. No, just so complete. I mean, who do you think represent Egypt better, both on and off the pitch? Salah. Salah. Yeah. Okay, can you say why? Been around longer, proven more, proven track record. Marmoush is quite new. He's only been at what, City 3 weeks. So Okay. I'd go for Salah. Who will be more famous worldwide in 5 years, Salah or Marmoush? Marmoush. Why? He's younger and I think he'll have a better presence in the Premier League.
السبب الرابع هو ثنائيه مرموش وهالاند. ياه لو كنت جيت لي من سنه وقلت لي هنسمع اسم مرموش جنب هالاند ما كنت صدقتك. ليه الثنائيه دي هتبقى فتاكه؟ لان مرموش شجاع في الهجوم، هيكمل هيمنه هالاند على تسجيل الاجوان، كمان هو مبدع في الهجوم. فنظام جوارديولا اللي بقى متوقع مرموش غيره وخلاه فوضوي على المنافس، وشفنا كده في ماتش نيوكاسل خط ظهر نيوكاسل ما كانش لاقي حلول. مرموش مش بس مهاجم، مرموش كمان بيأسست، فكأن السيتي بقى عنده مكانتين بيجيبوا جوان، هالاند ومرموش. الفايده الخامسه ان مرموش متعدد الاستخدامات، يقدر يلعب راس حربه، جناح شمال، مهاجم تاني، خط وسط، اي موقع حط فيه الامير المصري وهيشتغل، وايا كان موقعه كان بيلاقي فرصه في الماتشات الكبيره. فانا كان عندي فضول مرموش هيخطف الاضواء من هالاند ولا هيفضل هالاند المفضل لجماهير السيتي؟ خلينا نسالهم. Okay, if you had to choose a teammate for 5A-side street football match, Marmoush or Haaland, and why? Haaland, just because he's Haaland, is amazing. Marmoush or Haaland, who would make a better roommate? Haaland. Would you rather see Haaland assist Marmoush or Marmoush assist Haaland? Marmoush assistant, Haaland. Okay, why? More of a natural midfielder. Haaland assists Marmoush because Marmoush scored a hat-trick against Newcastle. Marmoush or Haaland, who would make better roommate? Haaland, I think, would take up too much space, so I think Mamouche. A bit smaller. كل انجازات مرموش في فرانكفورت دي مش بس متوقع انها تتكرر في السيتي، لا دي كمان هتزيد بمجرد ما يستقر. زمان كان مسؤول يخلق فرص ويسجل، انما في السيتي بيلعب جنبه فودن وسافيني ودوكو، واكتر خط وسط مبدع في العالم كيفن دي بروين. مش بعيد في يوم نشوف مرموش مترشح للبالون دور، نتمنى له يكمل على المستوى ده ويعلي عليه. وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، شايف مرموش هيكرر تجربه صلاح ولا هيعلي عليها ولا كام موسم وهينطفي؟ وما تنساش تشترك في قناتي اللي بنحاول نفهم فيها اللي بيحصل في العالم من خن الاحداث وبعيد عن دوشه الترند.